ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. والنهارده جاي لكم فيديو جديد مهم جدا وتمرينه مهمه جدا في نظام تمرين مفضل لينا كلنا، هو نظام البوش بول ليج. والنهارده معانا اول تمرينه هي تمرينه البوش، فيلا بينا دلوقتي نلعب تمرينه البوش دي. بس الاول اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه، وخش شوف الفيديوهات القديمه عشان حرفيا بقول لك فيها نصايح وتريكات مهمه جدا. فيلا بينا نبدا. بس الاول زي ما انتم متعودين ان انا بعمل ديناميك ستريتش، فيلا بينا نسخن الاول عشان ما نتصابش، ودي اهم حاجه حرفيا قبل التمرين ممكن تعملها. فسخن كويس عشان ما تتصابش بالاداء ده. وكده يبقى احنا سخنا كويس وجاهزين للتمرين. واول تمرينه معانا في تمرينه البوش هنلعب انكلاين دمبل بريس، وده معانا اول شكل. هتلعب بالاداء ده، ما تفتحش كوعك كده، حاول تخليه 45 عشان ما تتصابش، وهتلعب بالاداء ده. وده كان اول شكل معانا. تلعب الشكل ده 3 مجاميع، مجموعه من 8 ل 12 عده زي ما انتم متعودين. ويلا بينا دلوقتي نلعب الشكل رقم 2. صحيح طبعا انتوا عارفين ان احنا في تمرينه البوش بنلعب شيست وكتف امامي وجانبي، وبنلعب تراي. انا مش عارف انا بنهج ليه. وتمرينه البول بنلعب ظهر وكتف خلفي وترابيس وباي، وتمرينه الرجل دي لوحدها طبعا. يلا بينا دلوقتي نخش الشكل رقم 2 في تمرينة النهارده. وده تاني شكل معانا. تلعب بالاداء ده، مش هتخلي كوعك كده عشان ما تتصابش، هتلعب بالاداء ده. بص كده، مش كده، كده. العدة السلبية مهمة جدا في كل التمارين، مش التمرين ده بس. والشكل ده هنلعبه 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده زي ما احنا متعودين. ويلا بينا دلوقتي نخش الشكل رقم 3، وهيكون لتمرين التراي. وده معانا الشكل رقم 3 للتراي. هتلعب بالاداء ده. بحب استخدم مسطره الزجزاج لانها بتساعدني ان انا اشيل اوزان اكتر. طبعا هتلعب الشكل ده 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده. ويلا بينا دلوقتي نخش الشكل رقم 4، وهو هيكون رفرفه جانبي. دلوقتي هنلعب رفرفه جانبي بالاداء ده. انت لو لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو ده ومشترك في القناه، فانت حرفيا فايتك كتير قوي. وكمل معايا الفيديو ده لحد الاخر، عشان في الاخر هقول لك نصيحه مهمه جدا. ودلوقتي هنلعب شولدر بريس. ناس كتير قوي مفكره ان التمرين ده للكتف الجانبي والتمرين ده للكتف الامامي. هو بيجيب في الكتف الجانبي بس بنسبه اكبر، يعني قرابه 70 ل 30%. 70% كتف امامي، 30% كتف جانبي. فالتمرين ده للكتف الامامي، ولعبه كانه تمرين للكتف الامامي لانه مش جانبي خالص. وهتلعب بالاداء ده. كوعك مفتوح كده غلط هتتصاب. تلعب بالاداء ده، وزن خفيف.
وهتلعب الشكل ده 3 مجاميع، مجموعه من 8 ل 12 عده. ودلوقتي يلا بينا نلعب اخر شكل معانا لتمرينه التراي، وهو هيكون اوفر هيد بالدمبل، هنلعبه هنا. يلا بينا. ودلوقتي هنلعب تراي اوفر هيد بالدمبل، وهنلعب بالاداء ده. وطبعا عارفين اللي انا هقول لكم هنلعب بالشكل ده 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده، وبكده يبقى احنا استهدفنا كل العضلات. في تمرينه البوش لعبنا شيست، اول تمرينه بتستهدف شيست العالي، سفلي، ترايسبس، كتف جانبي، كتف امامي، ترايسبس، لونج هيد. اول تمرينه بتستهدف الشورت هيد. سهل في اخر الفيديو ان مش بكتر التمارين، طالما استهدفت العضله كلها خلاص، عشان انت نفسك ما تزهقش. التمرين ده مش شغل عشان تزهق منه. لما انت تكتر في التمارين هتحس ان هو شغل وهتزهق. تاني حاجه هتتعب، فليه نتعب؟ فاتمرن طالما استهدفت العضله كلها. اذا كان بتمرين واحد خلاص، مش لازم بقى تعمل 10 اشكال، فمش لازم. ولو وصلت لحد هنا فاعرف ان انا بحبك، وتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه. بشوفكم في فيديو جديد على قناتكم المفضله كده كده تاج. استنوا فيديو تمرينه البول. وبس كده، سلام.